قبل ما تقفل الفيديو تعال اقول لك ازاي حولت الصوت بتاعي من صوت عادي جدا لصوت سينمائي. يلا بينا. طبعا انا اشتريت مايكات كتير ما بين مايكات وايرلس شوت جن، ولكن في النهايه عايز اقول لك انك لما تشتري اي معده ليها علاقه بالتصوير دايما تفكر وخلي بالك انك تشتري الحاجه اللي تكون انت فعلا محتاجها. فلو بتفكر النهارده انك تستثمر في مايك جديد خليك متابع الفيديو ده علشان هنعمل انبوكسنج للمايك بويا MM1 بلس، وهنعمل مع بعض تدريب عملي على كيفية تعديل الصوت في برنامج المونتاج بريمير برو، فخليكم متابعين الفيديو للنهاية. دلوقتي بقى هنعمل انبوكسنج للكرتونه بتاعه المايك ونشوف محتويات. طبعا المايك اسمه بويا MM1 بلس، طبعا هو بيعتبر من الشوت جان مايكروفون زي ما انتم شايفين في الصوره بتاعه العلبه. وخلينا نبدا ونفتح العلبه ونشوف محتوياتها. نفتح كده مع بعض ونقول بسم الله. اطلع يا مايكروفون. طيب اول حاجه هنلاقيها في الكرتونه هي الستيكرز دي، حاجه لطيفه من شركه بويا. بعد كده هنلاقي دليل المستخدم. المهم نيجي بقى للحاجه الرئيسيه عندنا وهي محتويات الميكروفون. اول حاجه هنلاقيها هنا شنطه لطيفه كده نقدر نحط فيها المايك ونحافظ عليه، كابلات، وهتلاقوا في الكرتونه موجود كابلين بيكون للاستخدام مع التليفون، والكابل التاني بنقدر نستخدمه مع الكاميرا. الحامل بتاع الميكروفون لما نيجي نوصله على الكاميرا. المايك بويا MM1 بلس من اهم مميزاته ان هو حجمه صغير والوزن بتاعه ما بيتعداش ال 60 جرام، ودي حاجه هتفيدك جدا لان حجم المايك على الكاميرا مش هيكون ملحوظ وهيساعدك في الاماكن اللي التصوير يكون فيها حساس شويه. ده غير ان الميكروفون مصنوع من ماده الالومنيوم المتينه والشكل بتاعه ممتاز جدا زي ما انتم شايفين. الميكروفون بيعتبر من الفئة السعرية المتوسطة، فلو انت الميزانية بتاعتك محدودة شوية وما عندكش الامكانية ان انت تشتري مايك رود مثلا او جودكس فارشح لك الميكروفون ده جدا. الميكروفون يعتبر هو ابجريد او النسخة المعدلة والمطورة للمايك بويا MM1 اللي تقريبا السعر بتاعه في السوق بيتراوح من 400 ل 600 جنيه مصري. اما بقى النسخة الجديدة ال MM1 بلس فدي السعر بتاعها بيتراوح من 700 ل 800 جنيه مصري، وتقدر تلاقوها على مواقع البيع اونلاين، وهسيب لكم رابط للشراء في صندوق وصف الفيديو. نيجي بقى دلوقتي نتكلم على الاداء والامكانيات للمايك بتاعنا. اول حاجه هي ان المايك متوافق مع جميع الاجهزه، تقدر تستخدمه مع تابلت، الموبايل فونز، اللابتوب، والكاميرات، وهتقدر ان انت تستخدمه على طول من غير ما تحتاج تشحنه او تغير له اي بطاريه، ودي بتعتبر نقطه مهمه جدا كنت بعاني فيها مع المايكات خصوصا المايك الوايرلس. الميزه بقى الجديده اللي اضافتها شركه شينزن للميكروفون ده انها اضافت مخرج للهيدفونز، فلو انت من الناس اللي بتهتم ان هي تعزل الضوضاء عن الصوت اثناء التصوير فتقدر تستخدم الهيدفونز، خصوصا بقى للناس اللي بتعمل فويس اوفر. وخليني اقول لكم ان الصوت اللي انتم بتسمعوه في الفيديو ده هو من خلال الميكروفون اللي متركب فوق الكاميرا، مايك بويا MM1 بلس. دلوقتي بقى خلونا ننتقل الى برنامج البريمير برو علشان نعمل مع بعض تدريب عملي على تعديل الصوت باستخدام البرنامج. ولكن قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والشير، ويلا بينا نبدا مع بعض. دلوقتي اول حاجه هنعملها نفتح برنامج بريمير برو نيو بروجكت. اول حاجه بعد ما دخلنا الفيديو بتاعنا في برنامج بريمير برو هنيجي على قائمه افكتس ونبحث عن تاثير البارامتريك ايكولايزر. بعد كده هنسحب الافكت على الفيديو اللي احنا شغالين عليه ونيجي عند خانه افكتس كنترول، ننزل لحد تحت هنلاقي بارامتريك ايكولايزر موجود عندنا، ندوس على اديت هيظهر لنا صفحه تانية او نافذه تانية كده هنبدا الشغل عليها. هنيجي عند البريسيتس، بس خلينا الاول نسمع كواليتي الصوت قبل ما نضيف التأثير عليه. MM1 من اهم مميزاته ان هو وزنه صغير جدا. طيب دلوقتي هنيجي عند خانة البريسيتس وندوس على اخر اختيار عندنا الفوكال انهانسر ونشوف التأثير اللي هيحصل على الفيديو بتاعنا. نشغل المايك بويا MM1 بلس من اهم مميزاته ان هو حجمه صغير، وبكده نكون قدرنا نعدل الصوت بتاعنا في برنامج بريمير برو بخطوة واحدة بسيطة جدا وسهلة وأي حد ممكن يعملها. أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، ما تنسوش تدعموا المحتوى، تدوسوا لايك وتعملوا شير للفيديو. سلام عليكم.